صباح الخير حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده هنعمل مع بعض فراخ شيش مشويه في الفرن على الشبكه. بصوا هنعمل ايه. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب عندي البايركس بتاعي كده اهو. انا عندي هنا فراخ اهي، فرخه مقطعاها قطع صغيره، يعني مقطعه كل قطعه الورك 2 والصدر 2، الراجل مقطعها لي ماشي. وعندي التوابل بتاعتي عباره عن بصل مفروم وطماطم مفرومه وقرن فلفل حراق وفصين توم وليمونه، بس مش هحط حاجه تاني. وعندي التوابل بتاعتي عباره عن ملح وفلفل اسود بس، مش هكتر في التوابل عشان نحس بطعم الفراخ المشويه فعلا. ومعلقه خل ومعلقه عسل بس. اول حاجه هجيب عندي التتبيله بتاعتي اهو. هقول بسم الله. هنزل كده بالبصل بتاعي اهو، وبالطماطم. انا فرمه الطماطم وفرمه البصل وفرمه الثوم ماشي. ومعايا قرن فلفل حامي اهو، ده اللي عايز يحطه وعايز، اللي مش عايز ملوش يعني ما يحطهوش عادي خلاص. وعندي الملح والفلفل بتاعي، مش هحط اكتر من ملح وفلفل بس يا جماعه خلاص. وهعصر الليمونه بتاعتي اهو كده، دي عشان ناكل فراخ زي اللي بنشتريها جاهزه، الشيش المشويه جاهزه هتدينا نفس النتيجه بالظبط. انما لو حطينا بقى بهارات وتوابل وقرفه والكلام دوت هتدينا طعم تاني خالص، هتبقى حلوه بس هتدينا طعم تاني خالص. احنا النهارده عايزين فراخ بس ماشي. واحط شويه خل اهو، الخل برضو بيساعد على التسويه. ومعلقه عسل نحل اهو بس. العسل بيديها طعم حلو وفي نفس الوقت بيحمرها ويخليها حلوه وبتلمع. هاجي بقى عندي كده اهو الخلطه بتاعتي اهو، هركنها واجيب الفراخ بتاعتي. افتح اللي عندي الورك اهو الدبوس، هعمل له فتحتين كده لحد ما اوصل للعضمايه، بحيث ان التتبيله عندي تخش فيها اهو. هفتحها كده لحد ما اوصل للعضمايه. والصدر شرحه برضو اهو، برضو هعمله اقطعه كده اهو، تقطيعه كده، بحيث ان انا التتبيله تدخل عندي في الفراخ كلها لحد العضمايه اهو كده اهو. بص يا حبايبي بقى، هقلب بقى الخلطه بتاعتي دي كده كويس، ادعكها في بعض كويس كده بسم الله اهو. ده طماطم وبصل وفلفل وفصين توم بس، وملح وفلفل ومعلقه العسل ومعلقه الخل والليمونه، مش اكتر من كده. خلاص التتبيله اهي. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي فيها كده، واحاول ان انا اغلفها كويس. انا طبعا هسيبها كده فيها، هغلفها كويس واسيبها شويه كده في التلاجة، واجي قبل الشوي هوريكم هنعمل فيها ايه. هغلفها بس كلها كده الاول. بص يا حبايبي، انا كده خلاص خلصتها، تبلتها اهو كلها ماشي. هاجي بقى انزل عليها كده بشويه زيت، الزيت هيديها لمعه ماشي. وما كترش عشان هي كده كده الفراخ دسمه، والجلد بتاعها بينزل الدسمه اللي فيها. هسيبها بقى كده، ادخلها التلاجة اسيبها شويه، وبعد كده ارجع اقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. بصوا يا حبايب قلبي، انا دلوقتي طلعت الفراخ بتاعتي اهو من التلاجة بعد ما قعدت ساعتين 3 كده في التلاجة. هحطها بقى في الشوايه بتاعتي. بصوا ادي الشوايه بتاعتي اهي، اللي هي الشبكه اللي هي بتاعت الشوي اهي ماشي. هرص بقى الفراخ بتاعتي عليها واقفلها واحطها في الفرن. بصوا بقى، لازم نعمل حاجه قبل ما ارص الفراخ بتاعتي على الشبكه دي. ادهنها بالزيت عشان خاطر لما اجي اطلع الفراخ ما تلزقش مني، ما تبقاش لازقه في الشبكه. خلاص انا طبعا ده زيت اهوت اللي احنا حاطينه على الفراخ، هدهن منه كده السلوك بتاعتي دي، بحيث ان انا لما اجي اطلع الفراخ ما تبقاش لازقه في الشبكه دي. بس كده اهو.
هي كده كده هتحط ايه هتنزل عليها برضه. ارص بقى الفراخ بتاعتي كده اهو، بسم الله. ارصهم كويس كده اهو. بصوا يا حبايبي، انا كده هنا اهو حطيت رصيد الفراخ بتاعتي. هاجي بقى اضغط عليها جامد كده واقفل الكليبسايه بتاعتي دي اهو كده للاخر. ادخلها للاخر بقى عشان تضغط على الفراخ عندي وايه وتستوي. ماشي خلاص. هاجي بعد كده بقى هجيب عندي صينيه اهو ستانلس، هحط فيها ميه مغليه عشان الميه المغليه دي هتطلع البخار بتاعها على الفراخ وتسوي الفراخ. عامله الصينيه كده ميه مغليه ماشي، واحطها في الفرن. هفتح الفرن من تحت، مش هفتح الشوايه، هفتح الفرن من تحت واحط دي على الشبكه بتاعتي على اول رف، واحط عليها الشبكه بتاعت الفراخ كده ماشي. الميه السخنه هتطلع البخار على الفراخ عندي هتستوي، وفي نفس الوقت الصهد هيحمر لي الفراخ بتاعتي. يلا هدخلها واوريكم شكلها عامل ازاي في الفرن اهو يا حبايبي. بصوا انا حاطه الشبكه اهيت على اول صاجه، وحاطه الفراخ بتاعتي الصينيه اللي فيها الميه اهي ماشي. ودي الشبكه. هي طبعا الصينيه صغيره على الشبكه، كانت عايزه صينيه اكبر بس مش، انا حطيتها خلاص ماشي. هسيبها بقى تتشوي وهرجع لكم تاني بعد ما تتشوي اوريكم شكلها عامل ازاي. بصي يا حبايب قلبي كده هي بعد ما طلعت، هي طبعا سخنه جدا، انا لسه هفتحها وافضيها واوري، بس انا حبيت اوريها لكم اول ما طلعت من الفرن. بصوا اهو، والناحيه التانية اهي الشكل التاني اهو، شايفين شكلها حمرا وعامله ازاي مورده وجميله. يلا استنى هفضيها بقى واوريكم شكلها بعد ما افضيها. خليكم معايا اهي يا حبايبي. شايفين بقى شكل الفراخ عامل ازاي؟ شايفين الجمال؟ بصوا الفراخ مهريه ازاي اهي، مستويه ولا فيها دايبه خالص اهي، ولا فيها دم ولا اي حاجه، مستويه عشان احنا مفتحينها ومتبلينها كويس، وطالعه معانا زي الفل بجد والله، احلى من الجاهزه 100 مره. وعملنا طبعا جنبيها شويه طحينه وشويه سلطه، طماطم على بصل على خيار كده على بقدونس، طبق سلطه كده، وحطينا عليه شطه وكمون وخل وليمون وملح بس. دي زي بتاعه المطاعم جنب المشويات، وجنبيها عيش. وبالهنا والشفا يا رب، واتمنى ان انتوا تجربوا وصفاتي. ويلا يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا حبايبي. يلا دمتم في رعايه الله وامن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروني في فيديو جديد.